رغم قلة الإمكانيات ونقص الموارد المالية، وداد تلمسان في خرجته الأولى يتألق وينذر منافسيه في البطولة الوطنية للكرة الطائرة رجال. أبناء الغرب كانوا على موعد مع نادي أولمبي الأقصر في لقاء ساخن بعد فوز أول جاء على حساب وفاق عين أزل ب3 أشواط ل1. المباراة في شوطها الأول تميزت بالندية في الأداء والتكافؤ في فرص التسجيل بمحاولة سحق كانت ناجحة في أغلبها من الطرفين، مع أفضلية جدار صد وداد تلمسان الذي عرف كيف يسير المرحلة الأولى بذكاء والاعتماد على خبرة لاعبيه أبرزهم ساحي نبيل، حيث لم يتعدى الفارق النقطتين في المرحلة الأولى التي انتهت بنتيجة 25 مقابل 23. في الشوط الثاني الوداد أخذ بزمام الأمور وفرض منطقه بالتحكم في اللعب منذ البداية بفارق 4 نقاط، ليتوسع بعد ذلك إلى 7. فلا جدار صد أولمبي الأقصر ولا محاولة السحق كانت مجدية أمام أشبال بريكسي عبد اللطيف الذين أنهوا المرحلة الثانية لصالحهم بأريحية 25 مقابل 21. ليأتي الشوط الثالث بما لا يشتهيه الوداد وانتفاضة من الأولمبي الذي عاد تنظيم صفوفه وتصحيح أخطائه بهدف العودة في النتيجة رغم الملاحقة اللصيقة من الوداد بفارق لم يتعدى في أغلب الأحيان نقطة واحدة، إلا أن أولمبي الأقصر تمكن بشق الأنفس من حسم المرحلة الثالثة بنتيجة 25 مقابل 22. هزيمة أيقظت وداد تلمسان من جديد ليضرب بقوة في الشوط الرابع الذي لعبه بأريحية كبيرة وبفارق وصل في بعض الأحيان إلى 10 نقاط، لتنتهي المباراة في الأخير بفوز وداد تلمسان ب3 أشواط لشوط واحد. تألق تعزز بفوز آخر على حساب نجم سطيف ب3 أشواط ل0 وضع الوداد في المركز الثاني بمجموع 6 نقاط، وبذلك يتأهل أبناء الغرب الجزائري إلى المرحلة الثانية رفقة متصدر المجموعة الرابعة نجم سطيف.